6 ابريل تتهم السيسي بالخيانه العظمى لتنازله عن تيران وصنافير، وتطالب بالجيش بالتحرك وتدعو للتظاهر الجمعه القادمه. واضح ان فعلا كتير جدا من المصريين بداوا ينسوا انتماءاتهم ويتوحدوا حوالين الارض زي ما قلنا في المقدمه. انسى بقى، انسى انك مختلف معايا، انسى انك مختلف مع 6 ابريل. 6 ابريل نسيت كل حاجه وبتطالب بالجيش بانه يحقق انه بتتهم السيسي بالخيانه، وهي ما بتبالغش 6 ابريل لان اللي يتخلى عن الارض خاين. طيب هل السيسي عمل ده لوحده؟ ما نعرفش. على كل حال 6 ابريل بتطالب الجيش بالتحرك، مش بس 6 ابريل، ده في اعلاميين سيساويه طالبوا الجيش بالتحرك. 6 ابريل كونها تدعو او تشارك في التظاهر بتاع يوم الجمعه القادم، انا الحقيقه بأثمن هذه الدعوه، وزي ما قلت لحضرتك ارجوك انسى اي خلافات بيننا على الاطلاق، وتعالى كده نتوحد زي ما قال الشاعر احمد فؤاد نجم: الجدع جدع والجبان جبان. يلا عشان نخلص من القصه، لان كل ما الراجل طول ده كل دول في سنتين، ده كل الكوارث دي حقوق البحر المتوسط في سنتين، ميه النيل في سنتين، تيران وصنافير في سنتين، الغاء الدعم ورفعه سنتين، رفع سعر الدولار سنتين. ده الراجل ارتكب كوارث في سنتين، كوارث في سنتين، مستنيين سنتين كمان. على رأي اللي قال بعد كده هتلاقوا مصر دي كلها عبارة عن شبرا، حي شبرا. طيب نشوف دعوة الصورة. بصوا بقى، الصورة دي مهمة قوي. دي صورة للفصيلة المصرية اللي كانت بتحمي جزيرة تيران حتى يوم 6 يونيو 1967، والصورة للجنود المصريين لما وقعوا في أسر الجيش الإسرائيلي أو الجيش اللي على الجدول. الحقيقة هم حاطين الصورة دي هي دعوة يوم الجمعة الجاية. اللي واقفين دول الصهاينة، الكلاب فعلا، واللي تحت دول الفلاحين المصريين. دول ما همش ضباط، دول يعني ابائنا الفلاحين اللي كانوا بيتاخدوا عشان يخدموا في الجيش، اتأثروا وكانوا هم بيحرسوا جزيرة تيران. الصورة دي جوه تيران او على جزيرة تيران. الصورة دي 6 يونيو لحد 6 يونيو 67 على جزيرة تيران، يعني اللي دفع الثمن مصري. الصورة دي هي الأيقونة بتاعت يوم الجمعة الجاية بتاعت التظاهر ودعوة للتظاهر والمطالبة بالتحقيق. معايا دلوقتي على التليفون الأستاذ خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا أستاذ محمد، وتحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم. تحياتنا لحضرتك. أستاذ خالد قول لي الصورة دي اختارتها حركة 6 إبريل للتعبير عن إيه بقى؟ يعني هو حضرتك احنا بنقول ان الجزر دي يعني بعيدا عن القصص الوهميه اللي الاعلام بتاعهم بيرددها، احنا بنقول ان الجزر دي جزر مصريه، في جنود مصريين روت بدمائهم هذه الارض كي تبقى ارض مصريه. ولكن يعني خلينا نأكد مهم قوي ان مش بس الجنود المصريين هم او العساكر القدامى هم اللي استشهدوا، لا، الشعب المصري كله دفع ثمن دوت من دمه ومن عرقه عشان خاطر الاراضي دي تفضل مصريه. وبالتالي الارض دي مصريه، مش بكلام السيسي ولا بكلام الاعلام المنافق اللي بيردد اكاذيب. بالظبط كده يا فندم، بالظبط. الو، انا سامع حضرتك والله، سامعك، اتفضل. يا فندم، تمام. فالارض دي مصريه وهتفضل مصريه. السريه اللي بتحكم اللي كانت في الوقت ده بتدافع عن الارض ديت، ده دليل ان احنا الارض دي طول عمرها تحت السياده المصريه، وان الارض دي طول عمرها ارض مصريه. وبالتالي مش هيغير من الوضع شيء توقيع السيسي على اتفاقيه العار اللي هو وقعها من يومين. طيب خالد، خليني اسالك سؤال. يعني بعض الناس ممكن ما تصدقش الصوره، ممكن واحد زي ما حد كاتب هنا يعني انه مين اللي قال بشات جلاليب وبتاع، هم دول فصيله جيش. يعني ايه الدليل ان انا اصدق الصوره دي انها في تيران مش في اي حته تانية في سيناء يعني؟ لا، هو يعني حته حضرتك الصوره والكلام ده كله طبعا، يعني انا ما اقدرش اقول انا عشان يعني اقدر اكد ان الصوره دي
من تيران او مش من تيران، ولكن الصوره يعني دي حاجه احنا بنستدل بيها. ممكن نكون طبعا الادمن بتاع الصفحه حصل عليها، اكيد مش هيحط الصوره يعني مش حقيقيه، ولكن الصوره بنسبه كبيره جدا صوره حقيقيه. ومش الصوره بس هي اللي بتدل يا استاذ محمد على ان ارض تيران مصريه او ان الفصيله دي كانت بتحميها او الكلام ده كله، لا. يعني الارض تيران في وثائق وفي حقائق تاريخية بتقول الكلام دوت، مش الصورة بس اللي بتتكلم. يعني مظبوط. لا، والوثائق يعني عندنا وثائق وعندنا شهادات قادة الجيش كلهم بيقولوا ان تيران وصنافير كانوا الطيارات المصرية بتروح تودي اكل للجنود اللي هناك. يعني عبد المنعم سعيد قال كده، اللي كان محافظ جنوب سيناء واللي كان ضابط في سيناء قبل أول. طيب خليني اسالك سؤال، انه البيان بتاعكم بيطالب بيتهم السيسي اولا بالخيانة العظمى، ثانيا بيطالب او بيطلب من الجيش انه يتدخل. من وجهة نظركم، يعني نظركم إلى هذا الحد أنتم تثقون في قادة الجيش أو في باقي قادة الجيش في أنهم ممكن يتحركوا يعني، ولا هل ده مجرد دعوة بس إلى أي ضابط جيش ممكن يتحرك؟ طيب يعني خلينا أوصل الرسائل اللي البيان حاول إن هو يوصلها. أول رسالة يا أستاذ محمد هي رسالة إن إحنا بنقول إن أنتم اتهمتونا بالخيانة والعمالة، واتهمتونا دي مش عايدة على 6 إبريل فقط، الكلام واضح. اتهمتونا لا، دي راجعه على كل قوى يناير اللي تم اتهامهم بالخيانه والعماله لاجندات اجنبيه، منهم 6 ابريل ومنهم اشتراكيين ثوريين، حتى اتهامهم للاخوان والكلام الخايب بتاع هيبيع حلايب وشلاتين ومعرفش هيأجروا الهرم لقطر والكلام دوت. طبعا الاتهامات دي في عرف السيسي اسمها الاتهامات المحتمله، زي ما هي كل شيء عنده محتمل. ولكن خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان اتهاماتهم بالخيانه والعماله بنشوفها الان دلوقتي بطريقه مؤكده، يعني مش محتاجين. يعني هو الاول كان بيدعي بدون دليل، بيدعي ان 6 ابريل خونه وان الاخوان خونه، ان هم باعوا البلد والى اخره بدون دليل. لا، احنا دلوقتي عندنا دليل منقول على الهواء لكل المصريين، وبيطلعوا يقولوا بيبرروه اعلامهم وحكومتهم ومجلس نوابهم كمان، يعني بالاصح يعني. وبالتالي يعني الجزء ده من كلامنا عفوا، لا، هو عواد مش بيبيع ارضه، ده بيبيع ارضي وارضك يا استاذ محمد وارض كل المصريين، وده ملوش غير مسمى واحد. احنا الجزء الاول من بياننا بيقول كده ان دي الخيانه العظمى، خيانه لدم الشهداء اللي ماتوا من اجل الارض ديت. ولكن الجزء الثاني من كلامنا في الفقره الاولانيه بيقول ان احنا مش شايفين منكم غير صمت مخزي، والسكوت بالمصري علامه الرضا. فهل انتم راضيين عن الكلام دوت؟ الرساله رقم 2 بنقول هل احنا وصلنا للحاله دي من الذل والمهانه انكم تبيعوا الارض في مقابل المال؟ لا، ما في حب التراب، لا علشان خاطر فلوس ولا عشان خاطر الكلام ده كله. احنا بعد ما السيسي خرب البلد والبلد ضاعت وغرقت على ايديه، بيستموت عشان يفضل شويه في السلطه زياده عن طريق مليار ولا 2 زياده هياخدهم من السعوديه، وبالتالي دي في حد ذاتها خيانه. الحاجه الثالثه بقى حضرتك اللي احنا بنأكد عليها واللي الناس انتقدتنا فيها شويه، او الناس يعني كان ليهم انتقادات او علامات تعجب، موضوع استدعاء الجيش زي ما حضرتك تفضلت. طبعا استحاله 6 ابريل هتستدعي الجيش، استحاله 6 ابريل بعد اللي شفناه على ايد العسكر هتستدعي الجيش ان هو يقوم بدور. العسكر للاسف مش هيقوم بدور لصالح الدوله، ولكن احنا بنخاطب الضباط الشرفاء اللي صامتين على الكلام اللي بيحصل دوت. هل انتم موافقين؟ احنا بنسجل موقف وبنقول اتحركوا عشان خاطر تقولوا لا للراجل دوت. اذا كان في جزء من الاساس من اعلاميين السيسي بداوا يتكلموا الكام يوم اللي فاتوا، هم في الاول وفي الاخر يا استاذ محمد هم مواطنين في الاخر، يعني ممكن يسكت على سرقه على فساد، بس في الاخر ممكن يعني يبقى عنده وازع من ضمير ان هو يتكلم على ارضه اللي بتضيع قدام منه، يبقى عنده عدم رضا على الكلام ده كله. وبالتالي احنا بنطالبهم ان هم يتمردوا على الوضع الحالي ويعلنوا موقفهم بصراحه. هل هم مع الكلام دوت؟ هل هم مع بيع مصر بالطريقه دي؟ وبيع مصر على فكره للاسف يعني بيتم على مراحل يا استاذ محمد. الموضوع دي مش اول خطوه، الخطوه الاولانيه موضوع التنازل عن حقول البترول، الغاز في شرق لا، حقول الغاز في شرق المتوسط اتفاقيه العار اللي وقعها مع قبرص ومع اليونان، وعمليه التهجير الممنهجه اللي بيعملها في سيناء. ودلوقتي هو طبعا يعني بطريقه المثل المصري بيقول يعني اللي سكتنا له فدخل بحماره، يعني بالمثل مظبوط. صح يعني. صح تمام بالظبط كده. فهو يعني طول ما احنا ساكتين هيتم تجاوز مره واثنين وثلاثه.
طول ما احنا ما بنتكلمش السيسي بيتمادى وبيبيع في البلد حته حته، وبالتالي احنا بنطالب الناس كلهم ينزلوا يوم الجمعه اللي جاي. ويوم الجمعه اللي جايه دي على فكره يعني حابب اقول لحضرتك ان هي مش هتبقى بدايه، سوري، هتبقى مجرد بدايه. لو ما حصلش حاجه يوم الجمعه هيبقى في دعوات ثانيه، يعني دي مجرد الخطوه الاولانيه بس يعني. وبنطالب المصريين كلهم ان هم ينزلوا يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه المصريين هيملوا الميادين كلهم، لان المصري معروف يا استاذ محمد ان هو بيدافع عن ارضه، وارضه بالنسبه له هي العرض وهي الشرف يعني. فاحنا بنوجه الدعوه لكل المصريين يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله كلهم ينزلوا في الميادين. في اكتر من ايفنت مشاركه فيه 6 ابريل، يعني ان شاء الله هيبقى في تحركات ان شاء الله في كل وقت، يعني كل حاجه تعلن في وقتها ان شاء الله. احنا عملنا الايفنت فيه ترحيب عليه كبير، وفي نسبه مشاركه كبيره، في اكتر من ايفنت طلب ان هم يشاركوا معانا. وبالتالي احنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه دعوتنا للناس ان هم ينزلوا، وان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه يكون فيها خير لمصر والمصريين كلهم ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ خالد اسماعيل عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل، بشكرك جدا. ان شاء الله المصريين مش هيخذلونا ان شاء الله، ولا هيخذلوا الناس الشرفاء اللي واقفه معاهم عبر الكره او على الكره الارضيه. نكمل عناوين بس خدوا لحظه.